كنتش أعرف إنه في بني آدم بالصدق ده والرقة دي. أحمد صحالي حاجات كانت ميتة جوايا من زمان لما فاجئني في يوم وطلب إنه يتجوزني. ده هو اللي طلب؟ أيوة، وأنا قلت له لأ. ليه؟ لأني فعلا بدأت أحبه، ودي الحاجة اللي لا أنا ولا هما كنا عاملين حسابها. ليه بتعملي كده؟ أنا بحبك وأنت بتحبيني. طب ليه؟ عشان بحبك لازم اخد القرار ده. وهو اللي يحب حد يبعد عنه. أنا بحبك وما أقدرش أبعد عنك، بس طريقي غير طريقك وسكتك غير سكتي. أنت ليه بتفكري كده؟ ليه عايزة تتعسيني وتتعسي نفسك؟ عشان بحبك لازم أبعد عنك. كل الظروف كانت تدفعني دفع للموافقة على طلبه. كنت بغرق، وعرضه بالنسبة لي كان الأشياء اللي ممكن أتعلق بيها. كان آخر أمل بالنسبة لي، إيد بتتمدلي عشان تنشلني من اللي أنا فيه. لكن حبي ليه هو اللي خلاني أصمم على الرفض. خش غير هدومك وتعالي معايا. هنروح فين؟ مشوار صغير. ايه مالك في ايه؟ أحمد، ممكن نأجل المشوار ده؟ لا مش ممكن، مش هنتأخر على كل حاجة. يلا خش غير هدومك. اتفضلي. تعالي خش. تعالي. 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 إيه ده يعني؟ ده مفتاح الشقة، وده مفتاح العربية اللي واقفة تحت في الجراج. هوريها لك. وده بقى عقد الشقة مكتوب باسمك. تعالي. ايه هتفضلي واقفة عندك زي التمثال كده؟ تعالي. تعالي. أنا ما استاهلش منك كل ده يا أحمد، صدقني ما استاهلش. ما تقوليش أي حاجة. أنا ما صدقت لقيتك. تفتكري بعد ما الاقيكي ممكن أفرط فيكي؟ لو ضيعتك مني عمري ما هسامح نفسي. عشان كده عمري ما هسمح لك إنك تضيعي مني. أنت متجوز يا أحمد وعندك عيلة وولاد. إحنا هنتجوز على سنة الله ورسوله، وإن شاء الله ربنا يقدرني وأعدل بينكم. مش هنسى حد أبدا، وأولهم أحمد العربي. صدقني يا ماهر، اللي خلاني أوافق مش الشقة، رغم إني ما كنتش أحلم بربعها، لكن مشاعر باباك رجعتني بنت مراهقة، بنت عندها 17 سنة. أنت متخيل؟ بحاول. أنا كنت عايزة أقوله على اتفاقي مع إبراهيم زيدان، لكن هو ما ادانيش فرصة، غصب عني. يمكن تقول عليا أنانية،
لكن أنا إنسانة اتحرمت من الحب وفجأة لقيته. وانت ايه اللي عرفك ان انا هقابل ابراهيم زيدان النهارده؟ من صبحي. صبحي شغال معاهم من أيام ما كانوا بيحاولوا مع باباك. انا شكيت في كده برضه. طيب انا همشي دلوقتي. هتروح له؟ هروح له بس مش الليله، كام يوم كده. هتمضي معاه؟ بعد كل اللي سمعته؟ خليك حريص، دول ناس مش سهلة. ربنا يسهل. هشوفك تاني؟ مش عارف، خليها للظروف. سلام. مع السلامة. سامحني يا عم. احنا وصلنا لغايه فين بقى؟ لغاية يا سيدي ما مشروع المعهد نجح وحضرتك قررت تنقل شقة جديدة تليق بمركزك الجديد. كانت فين بقى الشقه الجديده دي؟ أكيد طبعا في منطقة راقية. كانت في حي جديد خالص الايام دي، وده سبب لي مشكله عويصه. إيه هي المشكلة دي؟ احكي لي بالظبط. مامتك في الايام دي كانت حامل في عبير، وبالتالي مش قادره تودي الولاد المدرسه. اقرب مدرسه قدرت الاقي لهم فيها اماكن كانت بعيده عن البيت بحوالي 5 كيلو، وما كانش في حل غير ان انا اوصلهم مدارسهم كل يوم وارجع اخدهم اخر النهار. ده طبعا سبب لي ربكه في حياتي وفي شغلي، بالاضافه بقى ان هو ايد حركتي من المعهد والجامعه. طبعا كنت بفكر طول الوقت في حل للمشكله دي، وفجاه شفت الحل قدامي زي ما انا شايفك كده. ليه ما بنيش مدرسه في المنطقه الجديده دي تاخد ولادي وتاخد ولاد الجيران، واريح نفسي من المشكله اللي ربكت لي حياتي؟ حضرتك بتتكلم بجد؟ وانا من امتى كنت بهزر؟ يعني لمجرد إن مدرسة الأولاد بعيدة شوية وحضرتك مش فاضي توديهم وتجيبهم تقوم تبني لهم مدرسة؟ طبعا الحكايه مش كده. حكايه الولاد واحتياجاتهم المدرسه دي كانت المفجر للفكره، خصوصا وانا طول الوقت عقلي بيشتغل المنطقه الجديده دي اللي كلها عمارات عاليه، ومعظم اللي ساكنين فيها ناس في بدايه حياتهم، يعني اسر صغيره وعندهم اطفال ودخلهم معقول عشان يقدروا يسكنوا في عمارات زي دي. يعني الزباين موجودين. ايوه بس مفيش مدارس على مستوى كويس قريبه. وبعدين ما تنسيش ان مشروع المعهد ده اتاح لي خبره كويسه جدا في التعليم. يعني من خلال خبرتك في المعهد قررت إنك تبني المدارس. عملت دراسه جدوى اقتصاديه غريبه جدا، ممكن تكون الاولى من نوعها. اقرا يا صبحي. عدد أفراد الأسرة، دخل الأسرة، عدد الأطفال، المراحل السنية، هل ترغبون في إنشاء مدرسة في المنطقة؟ نوع المدرسة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي. إيه ده يا دكتور؟ دي استماره هوزعها على سكان الحي اللي انا ساكن فيه. أيوه، بس ده شغل جهاز الإحصاء مش شغلنا إحنا. ما احنا عشان نشتغل صح لازم نبقى عارفين كل حاجه عن الافراد المستهدفين بكل دقه. عايز تضيف بيانات تانية؟ على فكرة بقى، أنا نفسي أفهمك واستوعب طريقة تفكيرك. لسه بدري يا صبحي. يلا يلا اديها للسكرتيره خليها تطبع لنا منها نسخ كتير. طب ادعي لربنا بقى إن البوليس ما يقبضش علينا وإحنا بنوزع الاستمارات دي على الناس في بيوتهم. انت مش بتقول ليك قرايبك هيجيبوا لنا عيش وحلاوه؟ أيوه، وجاهزين جدا. طب الله يسترك، خليها كباب وكفته، اصلي ما بحبش الحلاوه. في الأيام دي كانت الظروف الاقتصادية مبشرة، معظم الناس مسافرة دول الخليج،
والبترول كان سعره ارتفع، والبلد كانت فايقة وداخلة على مرحلة إصلاح مالي واقتصادي، وده برضه شجعني على الاستمرار والتنفيذ. الناس ما تقبلوش في الأول ومحدش رد. ليه؟ الناس عندنا لسه مش متعودين على الاساليب العلميه في البحث، ورغم ان معظمهم متعلمين لكن فكروا ان ده ليه علاقه بالضرايب. المهم العدد اللي رجع لنا من الاستمارات كان قليل جدا. جالك احباط؟ في مجال الاعمال مفيش حاجه اسمها احباط، لو استسلمت للاحباط ما بقاش رجل اعمال ناجح. طب عملت ايه؟ وصلت برضو اللي انا عايزه بس بطريقه تانية. ايه هي؟ لفيت بنفسي ومعايا صبحي على العمارات وعملت علاقه مع البوابين وجبت البيانات اللي انا عاوزها منهم بس بمجهود وفلوس شويه زياده. والنتيجة؟ النتيجه اللي انا وصلت لها ان في المنطقه تلامذه يعملوا 4 مدارس مش مدرسه واحده، وكان فاضل نلاقي المكان اللي يصلح للبنى، الارض. في الفترة دي كنت لفيت المنطقة كلها أدور على حتة أرض تنفع. واحد من السكان دلني على حتة أرض جنبنا، شرح لي مكانها وقلت أشوفها. استنى عندك كده. خير يا دكتور؟ استنى بس، تعالى معايا تعالى. هي دي حته الارض اللي وصفها لي. ارض ايه بس يا دكتور، هو ده وقته؟ ده اكيد الغفير. السلام عليكم. خدمة بهواك. انت الغفير بتاع الحته دي؟ طبعا ان شاء الله. الارض دي للبيع مش كده؟ ان شاء الله للبيع. ما تعرفش ثمنها كام؟ دي تمنها ارنب. ارنب؟ أرنب يعني مليون يا دكتور. مليون؟ مليون جنيه يا باشا. ليه هو المتر بكام؟ يا دكتور دلوقتي الدنيا ولعت وتمن الأرض بقى نار. ايوه بس الارض مش حلوه، شايفها مزنوقه بين عمارات كده شوف بقى، مزنوقة غير مزنوقة دلوقتي ما بقاش في أي مقاييس. على رايك ما بقاش في حاجه ليها مقاييس خالص في البلد. يلا بينا. السلام عليكم، تعال نشوف شغلنا. شاكرين يا عم. ومع ذلك ركبت راسي وعرضت المشروع في أول اجتماع للمستثمرين بتوع المعهد. أنا عايز أعرض عليكم موضوع في غاية الأهمية، فأرجوكم تسمعوني لغاية الآخر. موضوع إيه يا دكتور أحمد؟ إنشاء مدرسة حضانة وابتدائي خاصة لغات، تتطور بعد كده تبقى إعدادي وثانوي. واسع دول على الأساتذة. طرحت عليهم المشروع بدراسة الجدوى، بالتكلفة المبدئية، بعدد الطلبة المستهدفين، بالتجهيزات والمعدات وكله.
انا كده خلصت. لو عندكم اي استفسارات انا تحت امركم. مع احترامي للي عملته حضرتك، أنا بشوف المشروع ده خيال ومحتاج مؤسسة كبيرة عشان تقوم بيه. عشان كده أنا بعتذر عن إذنكم عشان عندي ميعاد مهم. خدنا معاك يا سعدون بيه. معلش يا دكتور احمد. خيرها في غيرها. سلام. الدراسة اللي انت عاملها هايلة يا احمد. هايله لكن مفيش ولكن. هم اخواننا ما يقدروش يستوعبوا الموضوع. ما تزعلش نفسك. انا شخصيا مقتنع بالدراسة جدا. وانا كمان. ايوه بس احنا الثلاثه مش كفايه. المبلغ كبير. طب مش ممكن يا دكتور يعني نكتفي بنص الارض بس؟ جمال المشروع انه يفضل بالظبط زي ما تخيله الدكتور احمد، ونحافظ على قطعة الارض على الاكستنشن بتاعها، عشان بعد كده نقدر نقيم عليها مجموعة المدارس من الحضانة للثانوي. بالظبط يا دكتور، هي دي فكرتي بالظبط. مين عارف، يمكن بعد كده نعمل جامعه. الله 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 الله، على مهلك يا دكتور، على مهلك عليه. انا من اول يوم شفته فيه لما جه يستلم الشغل في الكليه قلت لا، في حاجه غير عاديه. ولا نفس الحكايه والله يا دكتور. لغايه دلوقتي ما شفتش حد بالاخلاص ده ولا بالدأب والقدره دي. فعلا ما تشيلش هم يا احمد، المساهمين اللي مشي دول انا هجيب لك غيرهم واكتر، والميزانيه اللي انت طالبها هدبرها لك باذن الله. منين بس؟ رئيس مجلس اداره البنك العقاري صديق قديم ليا، انا هعرض عليه دراسه وباذن الله هيتحمس ليها وهيمول المشروع. معقولة يا أحمد؟ وأنت ناقص؟ ده أنت ما بتلحقش تنام. بس مشروع هايل. بس متخيلة مدارس حضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي، وطبعا هتعمل كل حاجة بنفسك زي العادة. طب اعمل ايه بس يا ابو ماهر؟ ما انا ما عملتش كل حاجه بنفسي، مفيش حاجه بتحصل. طيب وولادك يا أحمد وأنا ملناش حقوق عندك؟ تقدر تقول لي آخر مرة قعدت فيها مع الولاد واتكلمت إمتى؟ انا بتكلم معاهم كل يوم. أيوه، في العربية وأنت موديهم من المدرسة وأنت جايبهم. تفتكر ده كفاية؟ لا مش كفايه. والحل؟ ممكن نتكلم في الموضوع ده بكره، لحسن انا خلاص. بكرة بكرة بكرة، أنا عارفة إمتى هيجي بكرة ده. اتفضل. اهلا يا دكتور احمد. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل استريح. شكرا. حضرت اسئله امتحان الترم الاول؟ هخلصها الاسبوع ده ان شاء الله. بقول ايه يا دكتور احمد، ما تخليش شغلك في المعهد ياثر على شغلك في الكليه. لا مش هيأثر خالص يا فندم. انا فعلا ابتديت اوضب الاسئله بس لسه ما خلصتهاش. طيب الحمد لله. انت كنت عايز حاجه؟ البنك ما ردش علينا بخصوص القرض. لا لسه، هما اكيد بيدرسوا الموضوع. هو احنا بعتنا دراسه الجدوى امتى؟ من 10 ايام يا فندم. اديهم شويه كمان. ايوه بس انا خايف الارض دي تروح مننا. يا سيدي ولو راحت هنجيب غيرها. ما ينفعش يا فندم، دي ارض ممتازه موقعها مثالي. دكتور احمد انا عايزك تهدى شويه، ما تبقاش عامل زي الوتر المشدود على طول، ده مش كويس على صحتك. وبعدين اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. ونعم بالله يا فندم، ونعم بالله. استاذن انا. مع السلامه. الله يسلمك. المشروع كله كان مهدد بالضياع لو مدير البنك العقاري ما وافقش على القرض، وخصوصا بعد سعدون بيه وزمايله ما رفضوا يشتركوا في حته الارض اللي انا اخترتها. ممكن اي حد يشتريها في اي لحظه. حضرتك دايما بتحط نفسك في مواقف صعبة، ده مش تهور؟ في خط رفيع جدا ما بين الجساره والتهور. اللي انا بعمله ده يتحط تحت عنوان الجساره مش التهور. انتي ما جوعتيش؟ بصراحة جعت. ننزل؟ ما تخلينا هنا ونطلب أي لقمة خفيفة عشان نكمل شغل. خلاص اطلبي اللي انت عايزاه وانا هريح شويه.
صاحبك ما جاش، يمكن يجي بعد شويه. انا ما اقدرش استناه اكتر من ساعه. اكلمه؟ لا لا، احنا كلمناه كتير، واجب نتحرك. هنعمل ايه؟ هنتحرك على جبهتين. انت تكلم عون يتحرك من ناحيه، وانا هشوف شاهين من ناحيه. انت ما شفتهاش يا ماهر؟ قالت لي ايه؟ ماما حكت لي على كل حاجه، ومهما قالت يا عمر احنا عيله، ودي برضه اختك الكبيره، كلنا عارفين ظروفها. انا كمان عارف ظروفها مقدرها يا ماهر، بس تشتمني وتقول لي انت عيل واسيب الكبار يتكلموا؟ معلش امسحها فيا انا. انت عارف جوزها عامل ايه معاها. عشان كده بقول لك الواد ده لازم يتربى. هيتربى، ما تخافش، وانا اللي هربيه، بس مش دلوقتي. ليه؟ عمر انت بتثق فيا؟ طبعا، ولو اني مش فاهمك قوي اليومين دول. انا عايزك تثق فيا اليومين دول، وانا بعد كده هشرح لك كل حاجه. ها يلا قوم روح صالح اختك وبوس على راسها. عايزين نحافظ على العيله دي متماسكه لغايه بابا ما يرجع. خلاص يا رنا. اوعى خلاص بقى يا رانيا، ده عمر جاي يعتذر لك. بعد ايه؟ صلي على النبي يا رانيا وصالحي اخوك. ده انتوا مالكوش غير بعض يا بنتي. انا اسف يا لولو، حقك عليا، ما تزعليش، وادي راسك اهي. ربنا ما يدخل الشيطان بينكم يا ولاد. خلاص بقى يا رنا. على فكرة يا ولاد، الناس عاملة لكم حتة كيكة تجنن. يلا يا انوس قومي يا دياب. قبل الكيكه يا طنط، احنا خلاص حلينا سوء التفاهم اللي بين رانيا وعمر والحمد لله. نيجي مش بقى. مهم سوء التفاهم، المهم المشكله نفسها. مفيش مشكله يا لولو، انت ولادك عايشين مع ماما هنا على كفوف الراحه، ونصيبك في كل حاجه محفوظ زيك زي اي حد فينا بالظبط. وليك عليا يا ستي، اول ما يجي بابا انا هكلمه في الحكايه دي. طب وعوني؟ عوني لما يلاقيكي صاحبة رأس مال ومستقلة اقتصاديا هيراجع نفسه وهيعاملك كويس. ولو ما رجعش نفسه بالذوق والهداوه، في طرق كتيره تخليه يراجع نفسه. لازم تبقي قويه معاه شويه يا لولو، ما تديش لحد الفرصه انه يهينك بالشكل ده. انا خايفه على ولادي. ولادك ولادنا وهنربيهم احسن تربيه. الله، احنا هنرجع للموال ده تاني؟ ما خلاص بقى يا رنا. وبعدين يا لولو، انت ناسيه ولا ايه؟ احنا مش اتفقنا على كل حاجه حتى التفاصيل الصغيره؟ خلاص اوعدكم ان انا خلاص من هنا ورايح هتغير خالص. هو ده الكلام. الحمد لله. نيجي بقى لمشكله انوس. يا نوس، انت مشاكلك كلها محلوله. الاوتيل عندك ابتدى يشتغل كويس. المشكله مش في الشغل يا ماهر، امال في ايه؟ المشكله هنا في القلب. ايه يا نوس؟ سلامة قلبك. ايه في ايه؟ في دقه زياده. ايه ده؟ بجد؟ هو انا الاوان يا نوس؟ اخيرا. ولا يهمك يا نوس، ما دام الراجل كويس وانت موافقه عليه احنا كمان موافقين، واعتبري بابا موافق. يمكن باباكم. الو، تعاوني عاوني. الو. ايوه يا عوني يا حبيبي. انا لو ما شفتكيش النهارده لو ما شفتكيش النهارده يا
بعد الشر عليك يا عون يا حبيبي. مفيش فايده. منك لله يا بعيد. خير، جايبني في الوقت ده في المكان ده ليه؟ اشربي حاجه الاول. لا متشكرة. خير في ايه؟ بلغني انك قلتي لماهر انك مرات ابوه. ايوه. ده تصرف غبي ومش في وقته. ما اظنش انه ده ليه علاقة بشغلكم. لا، ده ليه علاقه طبعا ونص. يبقى ملوش علاقة بيا. تدخلك عطل مشروعنا. الراجل كان خلاص هيمضي معانا. ابراهيم بيه، اتفاقي معاكم كان على الراجل الكبير مش ابنه. الموضوع دلوقتي اتغير ومهمتك اتغيرت. اظن ان حضرتك اتكلمت معايا في الموضوع ده وقلت لك لا. مش تاخدي فلوسك؟ مش عاوزاها. طبعا، ما الراجل الكبير عمال بيغرف ويديكي. فهميني. قلت له يعني؟ لمين؟ لماهر. ما قلتش حاجة. يبقى تقولي. اسمعي يا بنت الناس، انا عرفت ان ماهر جالك البيت وقعد معاكي فترة طويلة. كنا بنتكلم. اسمعي كلامي للاخر وما تقطعنيش. انا عاوز ماهر يجيني خلال 24 ساعة يوقع معايا. لو ما جاش مش هيحصل كويس. وانتي عارفة ان انا ما بهزرش. هتعمل ايه؟ كتير. صدقيني انت عارفة ان انا اقدر اعمل حاجات كتير سواء لماهر او لابوه. انت طبعا عرفتي المكان اللي هو مختفي فيه. انا؟ عيبك يا مدام انك مش مقدرة قوتنا. تتعاملي معانا كده ببساطة. شوف يا مدام، احنا مش عايزين نعمل مشاكل، ما بنسعلهاش، انما لو اضطرنا لها بقى قرصتنا بتطلع بالدم. طب والمطلوب ايه؟ ماهر لازم يجيني يوقع معايا خلال 24 ساعة. زي ما جبتيه هاتيه تاني واقنعيه انه يوقع معايا، والا هو نفسه هيبقى في خطر وابوه المختفي. ماشي يا قطة؟ باي باي. الو، مساء الخير. انا اكلم سيادة العميد صلاح السقا لو سمحت؟ متشكرة. الو، صلاح بيه، انا شاهندة فؤاد. انا عندي معلومات مهمة جدا لحضرتك وعايزة اقولها. طيب اجي لحضرتك امتى؟ بكرة؟ خلاص، الساعة كام؟ ان شاء الله هكون عند سيادتك في الميعاد بالظبط. متشكرة لحضرتك، مع السلامة. باي باي. هنشتغل؟ احنا كنا وصلنا لغايه فين؟ لغاية يا سيدي لغاية لما كنتم مستنيين موافقة البنك العقاري على القرض علشان مشروع المدارس. ايوه، حوالي شهر عشته على اعصابي. كل يوم اعدي على حته الارض اطمن انها لسه موجوده، لغايه ما في يوم من الايام كنت في الفصل مع الطلبه. اي حاجه بنفكر فيها لما نيجي نعمل مشروع جديد بنعمل دراسه جدوى. دراسه الجدوى دي معناها ان احنا بنشوف متطلبات السوق، اهم حاجه العرض والطلب، ونشوف هل السوق محتاج هذه السلعه ولا مش محتاجها. دي بتحتاج دراسه. لو عملنا مثل بسيط، نتكلم مثلا على اي حد فيكم عايز يشتري عربيه جديده، هيشوف الاول السوق ايه اللي متواجد من العربيات، اسعارها ايه، اثمانها ايه، هيقدر يعمل لها ميزانيه ولا مش هيقدر يعمل لها ميزانيه. دي محتاجه دراسه. انما بقى لو اي حد فيكم غير رايه وما يرضيش يشتري العربيه او لا الميزانيه مش متكفيه عشان يشتري العربيه، فكر يشتري فردة كاوتش. عن اذنكم يا شباب، راجع لكم تاني. مفيش اي مشكله.
مبروك. ليه؟ البنك وافق على انه يدينا القرض. ال 2 مليون كلهم؟ ال 2 مليون كلهم مع سماح سنه كامله. ايه رايك؟ انا متاسف جدا يا فندم، نسيت نفسي. ولا يهمك، المهم ان احنا نبتدي في الاجراءات بمنتهى السرعه. اهم حاجه دلوقتي نشتري الارض. وكنا بنسابق الزمن عشان نلحق نخلص المباني قبل الموسم الدراسي الجديد. كان فاضل كام شهر؟ حوالي 10 أشهر. كنا داخلين على يناير والسنة الدراسية بتبتدي في أكتوبر، لكن في يوم لقينا المساهمين بتوع المعهد عاملين ثورة. ازاي تعملوا تصرف زي ده؟ ازاي يا دكتور احمد؟ وانت ازاي توافق يا سياده العميد؟ واحده واحده يا سعدون بيه، هدي نفسك. ايه اللي مضايقك بس؟ ازاي تحطوا المعهد بتاعنا ضمانا للقرض اللي خدتوه من البنك؟ بصراحة احنا اتفزعنا لما سمعنا الكلام ده. احنا ما صدقنا المشروع وقف على رجليه. تقوموا ترهنوه للبنك ب 2 مليون جنيه. اولا يا استاذ سعدون، احنا قدمنا نصيبنا بس في المعهد، مش المعهد كله. ولو افرض القرض ده هيحصل له اي حاجه، المعهد كله هيتاثر، مش نصيبكم بس. لا لا يا جماعة، الأمانة كانت تقول إنكم تسألونا الأول. على كل حال الباب لسه مفتوح قدامكم، ممكن تشاركوا في المشروع الجديد. لا، انا راجل مش بتاع مغامرات، وقلت رايي قبل كده. انا مش ممكن اشارك في مشروع زي ده. والحل يا سعدون بيه؟ لازم يتسحب الضمان اللي قدمتوه للبنك بره. من فضلك يا سعدون بيه، انت قاعد في مكان محترم ولازم تتكلم باسلوب محترم. انا مش محترم يا دكتور؟ انا ما قلتش انك انت مش محترم، انا بقول انك انت لازم تتكلم باسلوب محترم. وبعدين قاعد تزعق وتخبط على الترابيزه بدون اي مبرر. ازاي من غير مبرر؟ انا هفهمك. زي ما الدكتور قال لك، احنا قدمنا انصبتنا للبنك كضمان للقرض وشويه حاجات تانية عليها. انت بتقول نصيبك هيتاثر. اكيد هيتاثر. خلاص انا هريحك خالص، تنازل عن نصيبك في المعهد. انا مش هتنازل. يبقى احنا نتنازل، انا وسياده العميد والدكتور. شيل نصيبنا او نشيل احنا نصيبكم ونريح بعض. قلت ايه يا سعدون بيه؟ النصيب الواحد بكام؟ احنا دفعنا في بدايه المشروع 10000 جنيه لكل واحد. ايوه، بس دلوقتي غير ايام ما بدانا. مظبوط، عشان كده هنقضي نصيب كل واحد فينا ب 100000 جنيه. يا تدونا 300000 جنيه يا تاخدوا 300000 جنيه. قدامكم 10 دقايق تفكروا وتقرروا تردوا علينا. اتفضل يا دكتور، اتفضل سياده العميد. وبعدين يا احمد، افرض انهم وافقوا. على ايه؟ على انهم يدفعوا لنا. مش هيقدروا، ما معهمش فلوس، انا عارف كده كويس. وبعدين انا عرضت عليهم عرض لا يمكن يرفضوه. طب افرض يا دكتور احمد انهم طلبوا نصيبهم، هتجيب لهم منين؟ من القرض. ومشروع المدارس هنبتدي فيه على طول، احنا مش عندنا فضل سماح لمده سنه. ايوه بس خلي بالك يا احمد، فوائد القرض واقساطه لازم تبقى جاهزه اول باول، والا هنتعثر في السداد وتبقى كارثه. ما تخافش يا دكتور، هنبني المدارس وهنسدد القرض بالفوائد بتاعته في مواعيدها. وصلتوا ليه؟ هنخلع يا دكتور. حلال عليكم. بكره المحامي هيعمل لكم عقد التخرج وهتاخدوا فلوسكم فورا. بكره زي دلوقتي هتكون كل حاجه خلصت. ماشي يا دكتور. يلا يا جماعه. سلام. سلام. تفتكر هنتصرفنا صح؟ اكيد اتصرفنا صح يا دكتور. دي عناصر معوقه لاي تقدم في الدنيا، بس ده بيحطنا قدام تحدي خطير لازم نخلص في اسرع وقت.
نجاح اي شركه لازم تبقى من شركاء متكافئين ومتفاهمين، ويبقى ليا انا النصيب الاكبر من راس مال الشركه، وابذل جهد في ادارتها ومتابعتها بنفسي علشان تنجح. بس لما يبقوا الشركاء دافعين 10000 وياخدوا 100000 في سنتين 3 مش كتير؟ ما انا كان لازم امشيهم، وده كان الصح، لان خلال السنتين 3 دول المعهد بقى اسم محترم وده يساوي اكتر. نرجع بقى للمدارس. ابتدى التحدي الاكبر. كان لازم نشتغل في كل المجالات، في المباني، في التجهيزات، التعاقد مع المدرسين. وانا بقى في عز الدوامه دي زارني ابويا وامي. ياه، لينا عائله؟ ايوه، ودي كانت اول مره يزوروني من ايام ما اتنقلت القاهره. ناس بره بتسال عن الدكتور. ناس مين؟ انتوا كمان هتركنونا على الباب ولا اختي كيدي؟ اهلا يا نيمه، اهلا. اختي بلا اهلا بلا سهلا، ده انتوا دوختونا السبع دخات. ده انتوا ساكنين بعيد ليه كيدي؟ معلش السكن بعيد شويه. اهلا يا عم. هو بعيد بعقل، ده الراجل لف بينا الدنيا على ما وصلني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شقتكم برحي وشرحي، دي تليق بوزير يا ابو احمد. وزير مين بس يا ام الدكتور؟ الوزير مهما راح ولا جه اهو برضه موظف حكومي، انما ابنك الدكتور بقى صاحب مشروعات. وبيبني مشروع تاني كمان. ايه دي؟ بجد؟ ايوه يا عم. مشروع ايه يا بسمي؟ مدارس يا نينا. ايه؟ مدارس ازاي؟ لا هو حكومي؟ مدارس خاصة يعني بمصاريف. صلاة النبي أحسن، صلاة النبي أحسن. ابن احمد من صغره وهو مخه نضيف قوي في المشروعات دي. فاكرة مشروع المرجحة يا عائلة؟ ما تفكرنيش يا نعمان، ما تفكرنيش. أحسن أيامها غصبت عليه يبيعها يا حبيبي، وهو كانت روحه متعلقة فيه. بس أحسن بردك كان زمان الوقت بتاع مراجيح. إلا هو فين هو والعيال؟ هو في الشغل والعيال في المدارس، مفيش غير أنا بقى والمقروضة دي. يا اختي ايه الوحشه دي؟ تعالي يا بنت تعالي. روحي تعالي وريني الوحاشه. روحي تعالي. اسم الله عليك، اسم الله عليك. يا اختي البنت وحشه مش شبه ابوها خالص. انت سميتيها ايه؟ ايناس يا نين. ايناس وماله، اهي كلها اسامي والسلام. أنا عايز أتوضى يا أم ماهر عشان أنزل أصلي العصر. مش برضه فيه جامع قريب من هنا؟ أيوة يا عم. اتفضل تعال. إيه؟ اتفضل على مهل. تعالي يا ايناس، تعالي معايا. يا بختك يا بنتي يا منصوري، هتقعدي هيني. انا مكسوفه قوي ياما وكمان خايفه. خايفه من ايه يا بنت؟ لا اسمعي، انت قاعده هنا ببيت اخوكي وعلى خيره. اياك اسمع انها شغلتك في حاجه ولا بصيت لك بصه وحشه. لو بصيت لك بصه تبصي لها 10. لو لقحت عليكي بكلمه كده ولا كده اديها من المنق خيار. فاهمه يا بنتي اللي بقوله؟ اهلا يا ابله. أني كنت بوعيه ازاي تتعامل مع بنات مصر.